في الفيديو ده هنشوف قصص مثيرة لأشخاص قدروا إنهم يعيشوا ويكملوا حياتهم على الرغم من تعرضهم لحوادث وإصابات قاتلة. بس قبل ما نشوفهم مع بعض يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. في يوم 13 سبتمبر من عام 1848 شخص اسمه فينيس كيتش كان بيقوم بأداء عمله المعتاد كرئيس عمال في واحدة من شركات الحفر التابعة للسكك الحديد اللي كانوا بيوصلوا الخطوط الجديدة في مدينة كامفيش التابعة لولاية فيرمونت الأمريكية. طبيعة عمل فينيس كانت إنه بيعمل حفرة صغيرة بجانب أحد الصخور، بعدها بيملى الحفرة دي بالمفرقعات والبارود علشان يفجر الصخور، وبعد ما كان بيملى الحفرة دي بالبارود كان بيغطيها بالرمال علشان يحجم من شدة الانفجار. وعلشان يقدر انه يدك البارود جوه الحفرة دي كان بيستخدم عمود حديدي في نهايته سن مدبب زي الرمح، ولسوء حظه المساعد الخاص بيه في اليوم ده ما بطنش الموقع بالرمال بشكل جيد، ولما ابتدى فينياس انه يدك البارود بالعمود الحديدي كعادته حصل انفجار شديد جدا ادى الى اندفاع العمود اللي كان قطره 3 سنتي وطوله اكبر من المتر علشان يخترق الخد الايسر لفينياس كيتش ويدخل من خلف عينه ويخترق الدماغ وعظام الجمجمة. بعدها العمود بيخرج من الجزء العلوي من الجمجمة، ومن شدة اندفاع العمود بيهبط على مسافة 80 قدم بعيد عنه. زمايله في الموقع قالوا ان فينيس وقع على ظهره بعد الإصابة دي، بعدها حصلت له تشنجات، وعلى الرغم من صعوبة الإصابة بس فينيس ما فقدش وعيه، لا وده كمان قام من على الأرض لوحده، وبعد كام دقيقة ابتدى انه يتكلم وكمان يمشي من غير أي مساعدة، لا وكمان هو اللي راح عند الطبيب بنفسه، والطبيب اللي ساعده طول فترة علاجه كان اسمه جون مارتن هارلو. الطبيب استغرب جدا ان فينياس ما كانش بيعاني من اي مشكلات في ذاكرته او حتى في تحركاته، وكل اللي عمله الطبيب هو وقف النزيف وازالة شظايا العظام اللي كانت في الجرح. بس طبعا فينياس بعدها عانى من تشنجات بسيطة، بعدها تعب جدا وجات له حمى شديدة، وفينياس اصبح شبه فاقد للوعي لدرجة ان زمايله عملوا له التجهيزات اللازمة لجنازته. بس الطبيب هارلو عمل محاولات كتير علشان ينقذ حياته، وبالفعل قدر فينياس انه يتعافى من الإصابة المميتة دي وكمل حياته من غير إصابات جسدية خطيرة باستثناء فقدان البصر في العين المصابة. بس من بعد الإصابة المقربين من فينياس لاحظوا عليه تغير في أخلاقه، هو كان شخص هادي ومحترم وصبور، بس من بعد الحادث أصبح شخص غير مهذب وابتدى انه يتلفظ بألفاظ خارجة كتير. فينياس من بعد الحادثة دي فضل عايش لمدة 12 سنة إلى أن توفى بسبب نوبة صرع شديدة في عام 1860 وكان عنده وقتها 36 سنة. جوليانا كوبيك وهي بنت اتولدت في بيرو في عام 1954 لأبوين من أصل ألماني وكانوا علماء في علم الأحياء. والدها ووالدتها تركوا المدينة وراحوا على أمريكا الجنوبية علشان يتفرغوا لدراسة الحياة البرية. فضلوا عايشين لفترة في أحد مراكز الأبحاث في غابات الأمازون. بعد مدة رجعت جوليانا ووالدتها للمدينة علشان تلتحق بالمدرسة، وسابوا الأب في مركز الأبحاث لوحده في منطقة اسمها منطقة بوكالبا الشرقية. وفي عام 1971 جوليانا في الوقت ده كان عندها 17 سنة أنهت دراستها وقررت هي ووالدتها إنهم خلاص هيرجعوا عند والدها في مركز الأبحاث. في الوقت اللي راحوا يحجزوا فيه تذاكر الطيران الوقت ده كان موسم أعياد وتقريبا كل رحلات الطيران كانت محجوزة، وما لقوش أي تذاكر للطيران غير عند شركة واحدة بس، والشركة دي كان اسمها شركة لانسا. والشركة دي كانت سمعتها سيئة لأن حصل عندها قبل كده حادثتين لسقوط الطيارات. هم قالوا لنفسهم هنحجز وخلاص، هي مدة السفر بسيطة يدوب ساعة واحدة بس وبإذن الله تعدي على خير، بس للأسف معدتش. أول مشكلة قابلتهم إن الطيارة اتأخرت عن ميعادها لمدة 7 ساعات كاملين. بعدها ركبوا في الطيارة والطيارة طلعت بيهم. في بداية الرحلة الأمور كانت ماشية بشكل طبيعي، بعد شوية الجو ابتدى إنه يسوء والسماء اتملت بالغيوم. بس لما وصلت الطيارة فوق جبال الأنديز وبعد 25 دقيقة من الإقلاع الطيارة ابتدت إنها تهتز بعنف لأنها دخلت في عاصفة رعدية ومطبات هوائية شديدة. جوليانا وال91 راكب التانيين اللي كانوا على الطيارة دخلوا في حالة رعب شديدة، وفجأة عاصفة رعدية ضربت جناح الطيارة وخزان الوقود انفجر، وابتدت الطيارة إنها تتفكك وتقع بالركاب. جوليانا كانت مربوطة على الكرسي بحزام الأمان وقت سقوط الطيارة، ووقعت من الطيارة من على بعد 10,000 قدم فوق غابات الأمازون. واللي ساعد على نجاتها إنها كانت
بتنزل على فروع الأشجار، وده اللي خفف من حدة السقوط. جوليانا فضلت 24 ساعة وهي مغمى عليها ومرمية في أرض الغابة. كانت بتفوق وبتغيب عن الوعي، بس بعدها استجمعت قوتها وفكت نفسها من الكرسي وقامت علشان تدور على والدتها. على الرغم من إصابتها بكسر في عظم الترقوة وجروح عميقة في مختلف أنحاء جسمها، جوليانا لقت في الغابة كيس من الحلويات، وده كان طعامها الوحيد في الغابة. فضلت تمشي في الغابة لحد ما وجدت فرع من فروع نهر صغير، وهنا افتكرت كلام والدها عالم الأحياء اللي قالها في يوم: لو ضعتي في الغابة ولقيتي مجرى للمياه العذبة افضلي امشي مع المجرى ده، لأنه هيوصلك للبشر، لأن الناس دايما بيعيشوا في الأماكن اللي بيكون فيها مية. الغابة طبعا كانت مليانة حشرات وحيوانات مفترسة. هي بقى قررت إنها تمشي داخل النهر علشان تحمي نفسها من الحشرات دي. النهر طبعا كان مليان بالتماسيح، بس والدها علمها إنها طول ما هي داخل النهر التماسيح مش هتهاجمها. أنا معرفش مدى صحة المعلومة دي، بس طالما هو عالم أحياء فأكيد هو أدرى. جوليانا فضلت تعاني من الكسور ومن الآلام اللي في أنحاء جسمها لمدة 11 يوم، لحد ما وجدها 2 من الصيادين وأنقذوها وتم علاجها وتسليمها لوالدها. جوليانا كملت حياتها ودراستها، وهي حاليا متزوجة وعالمة للأحياء. أكيد طبعا هتحبوا تعرفوا مصير والدتها وباقي ركاب الطيارة. للأسف كلهم توفوا لأن جوليانا هي كانت الناجية الوحيدة من الطيارة. ليونيد هو طبيب روسي اتولد في إحدى القرى في شرق سيبيريا التابعة للاتحاد السوفيتي. توفى والده أثناء الحرب العالمية التانية. طبعا حياته ما كانتش أحسن حاجة، ومع ذلك تخرج من كلية الطب في بطرسبرغ، وبعد سنة من تدريبه في قسم الجراحة وفي عام 1960 تم اختياره للانضمام ضمن أعضاء فريق البعثة السوفيتية السادسة اللي هيتم إرسالها لاستكشاف القطب الجنوبي كطبيب للفريق، وكان عنده في الوقت ده 26 سنة. وبالفعل سافر مع أعضاء البعثة للقاعدة اللي المفروض مكلفين بالعمل فيها. ليونيد كان الطبيب الوحيد من ضمن أعضاء البعثة، وبعد 6 شهور من وصول الفريق ليونيد ابتدى يحس ببعض الأعراض زي الغثيان الشديد وفقدان الشهية وحمى، وكان عنده ألم شديد في الجزء السفلي من البطن من الناحية اليمين. حاول ليونيد يعالج نفسه ببعض الأدوية والمسكنات، بس للأسف الأدوية دي ما جابتش معاه أي فايدة، وطبعا بصفته طبيب قدر انه يشخص حالته دي بان عنده التهاب شديد في الزايدة الدودية، والامور فضلت بتزداد سوء والألم اصبح لا يحتمل. ادرك ليونيد انه بالفعل محتاج لعملية سريعة لاستئصال الزايدة الدودية، بس للأسف هو كان الطبيب الوحيد الموجود في المنطقة، وأقرب محطة سوفيتية تانية موجود فيها طبيب كانت على بعد 1000 كيلومتر. الجو كان صعب جدا والطيارات ما ينفعش تهبط في المحطة بتاعته، وده طبعا لسوء الأحوال الجوية وشدة المطر. ليونيد أدرك إنه في وضع صعب، ولو العملية ما اتعملتش بسرعة ممكن الموضوع يكلفه حياته، وبالفعل قرر إنه هيعمل العملية لنفسه، وطلب مساعدة 2 من أفراد البعثة. واحد منهم كان خبير في الطقس والتاني كان سائق البعثة. الأول كان مهمته إنه يمسك مراية صغيرة موجهة ناحية مكان الجرح علشان يعرف يشوف بطنه، والتاني كان بيساعده في إنه بيناوله المشارط والأدوات. وبالفعل بدأ في إجراء العملية وأعطى لنفسه حقنة بنج موضعي علشان يسكن مكان الجرح. مسك المشرط وابتدى يفتح المسافة اللازمة لاستكشاف الأمعاء، بس للأسف وعن طريق الخطأ المشرط عمل جرح في الأمعاء الغليظة. اضطر إنه يخيط الأمعاء وبعدين ابتدى يكمل العملية بتاعته. استأصل الزايدة الدودية وبعدين ابتدى يعقم الجرح. المساعدين قالوا إن ليونايد كان بيصاب بالدوار والإعياء الشديد أثناء إجراءه للعملية، وكان بيطلب منهم إنهم يتوقفوا لأكتر من مرة، وده طبعا نتيجة الألم والإرهاق الشديد اللي كان بيشعر بيه. العملية استغرقت منهم 2 ساعة كاملين. بعدها ابتدى يخيط مكان الجرح بمنتهى الإتقان والاحترافية. بعد 5 أيام الحرارة اختفت من عنده، وبعد أسبوع ابتدى يفك غرز الجرح، وبعد أسبوعين رجع يمارس عمله بشكل طبيعي. أحد أفراد البعثة صور ليونايد وهو بيجري العملية لنفسه. بعد رجوع البعثة للاتحاد السوفيتي تم تكريمه بوسام الراية الحمراء للعمل، وده وسام مهم جدا بيحصل عليه الأشخاص اللي بيقوموا بعمل مميز في خدمة الاتحاد السوفيتي. بعد البعثة دي رجع ليونايد يمارس عمله بشكل طبيعي، وتوفى في عام 2000 عن عمر يناهز 66 عام.